ازاي تبسط نفسك في المنصورة بأقل مجهود؟ يلا بينا. المنصورة هي عاصمة محافظة الدقهلية وموجودة في شمال مصر، واللي فيها انتصر الشعب المصري على الحملة الصليبية السبعة بقيادة لويس التاسع سنة 1250 ميلادية. وفيها كمان جامعة المنصورة، واحدة من أحسن الجامعات اللي في مصر. فأنا النهاردة هاخدكم في جولة ليوم بسيط في شوارع المنصورة. أول حاجة عملناها رحنا شارع الترعة قدام مستشفى الصدر عشان نفطر على عربية فول عم سكر. الزحمة عند عم سكر والفطار عنده ما يتفوتش، وطبق الفول عنده حكاية. طلبنا من عنده طلب واحد لأنه بينزل معاه كل حاجة، يعني كل اللي قدامكم ده طلب واحد وسعره 23 جنيه. ولما شافونا اتنين وطالبين طلب واحد جابوا لنا البطاطس في طبقين والجبنة القديمة في طبقين. ناس محترمة جدا. والمش عنده كان رهيب، أكتر حاجة عجبتني. والفطار كان رائع وانبسطنا جدا. بعد كده خدنا تاكسي ب 15 جنيه عشان نروح على المشاية قصاد نادي جزيرة الورد. قصاد النادي على طول كنافة وبسبوسة. جبت قطعة كنافة نابلسية ب 12 جنيه. خدناها ورحنا حديقة شجرة الدر، حديقة الغلابة، دخول الفرد ب 3 جنيه. وده طبعا لأن نادي جزيرة الورد ما بيدخلش غير الأعضاء بس. والله حديقة حلوة مش وحشة، ومنظر النيل والقعدة هناك جامدة جدا. وممكن تاخدوا جولة بمركب في النيل ب50 جنيه. احنا فصلنا معاه وجبناها ب40. وعايز أقول لكم إن النيل في المنصورة أجمد حاجة أصلا. وتاكل بقى الكنافة بتاعتك وتعيش أجواء عالمية 100%. بعد كده خدنا شارع جيهان ماشي لحد بوابة الجلاء عشان نشرب أحلى عصير قصب موجود في المنصورة من عند الدولي قدام بوابة الجلاء. وكملنا مشي في شارع جيهان لحد مول الجامعة عشان ندخل سينما. وهناك كان في فيلمين، فيلم افاتار وفيلم محمد هنيدي الجديد. بس كانت طالبة معانا ضحك فدخلنا فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، وكان ب90 جنيه. والفيلم كان كله ضحك واتبسطنا جدا. وبعد الفيلم اتمشينا شوية في المول وتصورنا صور حلوة قوي. ومازن شاف الدبدوب ده قال لي صورني معاه. بعد كده ركبنا أتوبيس صندوق عشان نروح عند المحافظة، ويا ريتنا ما ركبناه. مبسوط يا مازن. رحنا شفنا ممشى اهل المنصوره، وده ممشى جديد قدام المحافظه القعده فيه حلوه قوي. بعد كده رحنا صلينا العصر في مسجد النصر، واحد من اشهر المساجد اللي موجوده في المنصوره. بعد كده رحنا اديداس اللي موجوده عند المحافظه، كان عامل خصم لحد 70%. وانا كان نفسي اشتري كاب الصراحه، بس لما شفت الاسعار غيرت رايي. فتصوروا عندهم يا جماعه، الصور عندهم حلوه قوي. وجي وقت الغدا رحنا عند بريمر، واحد من اشهر المطاعم اللي موجوده في المنصوره وموجود في اول شارع جهان. دخلنا بعد نص ساعه انتظار، والمطعم الصراحه شيك وقعدته حلوه قوي. والمنيو بتاعهم متنوع جدا وفيه كل حاجه ممكن تتخيلها. طلبت وجبه بافلو تشيكن واخترت معاها باستا ريد صوص وبطاطس، ودي سعرها 129. ومازن طلب وجبه تندوري تشيكن واختار معاها باستا وايت صوص، وبينزل معاها سلطه وبطاطس وسعرها 123. وانضم لينا بركات وجاب بيتزا وسط نص بيبروني ونص تشيكن باربيكيو، كانت عامله 90 جنيه. وعشان كلنا جربنا اكل التاني، تعال اقول لكم على شويه ملاحظات. المكرونه الوايت صوص احلى بكتير من الريد صوص. والفراخ التندوري دي كانت اجمد حاجه في الليله دي كلها. والسلطه بتاعتهم دي خطيره قوي بجد. والبيتزا كمان كانت حلوه عندهم، وكانت تجربه رائعه وانبسطنا جدا. الواد مازن اللي فاز في الموضوع ده، ايه رايك في الفراخ يا مازن؟ ونختم يومنا من عند بلبن. جبنا أشطوطة رز بلبن بالمانجا ب45 جنيه وشيرنا فيها كلنا. وبكده نكون قضينا يوم جميل في المنصورة. وشكرا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي.